فيلمنا بيبدأ في عيد الشكر لما بيوصل الضابط إيريك لبيت ميتش وأماندا علشان ياكلوا الديك الرومي بتاع العيد سوا. ووقتها بيجي لميتش تليفون، ولما بيخلص المكالمة بيرجع ويقول لهم إن لازم يبقى في الشغل النهاردة لأنه بيشتغل فرد أمن. وأسرته قالت له هو ليه توماس خلاك تشتغل يوم عيد الشكر. وبعد كده بنروح لبيت توماس وبنتعرف على خطيبته اللي هتبقى مراته كمان شويه واسمها كاسلين، وبنته جيسيكا وحبيبها بوبي اللي مسميينه الرميه الذهبيه لانه لاعب كره قدم امريكيه. وبنعرف من توماس انه صاحب مول كبير جدا وفاتح المول النهارده علشان تخفيضات الجمعه السوداء، وحاجه زي دي هتجيب له مكاسب كبيره. وجيسيكا وبوبي قاعدين بعد ما خلصوا اكل بيلاقي ان اصحابهم وصلوا علشان يروحوا السينما مع بعض. فجيسيكا وبوبي بيمشوا وهم مع اصحابهم في العربيه، واصحابهم هم يوليا وحبيبها سكوبا وجابي وحبيبها ايفن، وبيكونوا قاعدين في العربيه وبيتكلموا في انهم اتخانقوا في شاب من مدرسه هانفورد. وهم في الطريق ايفن بيفتكر ان الموبايل بتاعه اتكسر في الخناقه، فراح المول بتاع ابو جيسيكا علشان يشتري موبايل جديد. وفي الوقت ده المول كان زحمه جدا بسبب عروض الجمعه السوداء، وكمان في عرض ان اول 100 ماكينه وافل هيكونوا ببلاش، والامن بيكون واقف بره علشان يسيطر على التجمع الكبير ده. ولما شله الصحاب بتنزل راين بيقابل جيسيكا وبنعرف انه معجب بيها جدا، ولكن حبيبها بوبي بيجي ياخدها منه وبيمشوا. وشله الصحاب دول داخلين بيشوفهم واحد من المدرسه اللي هم اتخانقوا فيها وبيشتموا بعض، وبعد كده بيدخلوا المول من الباب الخلفي. وإيريك بيوصل اماندا علشان تدي اكل لميتش لانه هيشتغل طول اليوم ومش هياكل طبعا وسط كل الناس اللي بره دي. وان إيريك واماندا دخلوا وكمان شله الصحاب دخلوا، فالناس اللي بره دول بيتغاظوا ان الناس دي كلها دخلوا وهم لا، فالناس بتعترض على اللي بيحصل ده. فبيطلع ميتش وإيريك علشان يهدوا الناس، وميتش بيطلب من العامل انه يقفل كل الابواب، وفعلا بيقفلها كلها. وميتش وإيريك بيهدوا الناس. الواد اللي ايفن ضربه بياخد المايك وبيقول للناس كلها ان المول فتح، فبيحصل حاله همجيه وكل الناس بتهجم على المول. ولما العامل بيشوف كده بيروح بسرعه علشان يفتح الباب، ولكن مش بيلحق لان الباب بيتكسر وكل الناس بتدخل وبتدوس على العامل وهو مرمي على الارض. وبيكون ايفن واقف بيصور الهمجيه اللي بتحصل دي، وبسبب قوه التدافع اللي موجوده في واحد هو بيدخل اتعور في رقبته، وكل الناس بتهاجم علشان يلحقوا العروض. واماندا بتكون واقعه على الارض ومن الزحمه ماتت. وبوبي بيشوف ان العامل لسه عايش، ولما بيروح علشان ينقذه ايديه بتتكسر، والراجل اللي اتعور وهو داخل بيلحق ماكينه وافل، ولكن بتيجي واحده وبتاخدها منه. ولما إيريك بيشوف اماندا وكل اللي بيحصل ده بيضرب نار في السقف. وبعد الموضوع ده بسنه الحكومه مش بتعمل اي حاجه في قواضي القتل دي، وايفن بيكون نزل الفيديو اللي صوره ده على النت والمشاهدات بتكون في الطالع. وبيطلع ميتش على التلفزيون بيتهم توماس رايت ان هو السبب في اللي حصل لانه كان معاه 2 حراس بس في اليوم ده، وكمان كان واحد فيهم غايب. وبيقول ان كاميرات المراقبه كانت شغاله في اليوم ده، ولكن بعد اللي حصل كل التسجيلات اتمسحت. وعلى الناحيه الثانيه توماس بيكون بيعمل اعمال خيريه للناس اللي في المدينه بتاعته، وبوبي بسبب الاصابه اللي اتعرض لها مستقبله في الكوره بينتهي. وفي المطعم بتاع ليزي إيريك بيكون موجود، وبعد شويه بينضم لهم الضابط الجديد، وليزي بتديله القناع وبتقول له ان القناع ده على شكل جون كارفر اول حاكم للمدينه بتاعتهم، وبتقول له ان كل الناس هتلبسه النهارده. وبعد كده جيسيكا وجابي بيكونوا ماشيين وبيشوفوا انه في حد عمل لهم منشن على صوره على الانستجرام تخص عيد الشكر، وبيكونوا مش فاهمين ايه ده ولا ليه بيحصل. وبعدها جيسيكا بتروح على بيت جون كارفر علشان ابوها هيصور اعلان هناك، وبيكون عند البيت كاسلين وإيريك واقفين بيتكلموا عن الاكل. فإيريك بيقول لكاسلين ان اي اكل منك هيكون حلو قوي. هم واقفين بيسمعوا صوت توماس بيزعق، ولما بيروحوا له بيعرفوا ان بيت جون كارفر اتدمر، وكمان الفاس اللي كان موجود اتسرق ومش هينفع يصوروا الاعلان دلوقتي. وبعدها جيسيكا بتمشي وبتكون في المطعم مع اصحابها، ويشوفوا هناك ان بوبي رجع للمدينه لان طول السنه اللي فاتت ما كانش هنا. وهم قاعدين بيتكلموا وبيجي لهم اشعار على الموبايل ان في حد اسمه جون كارفر على اسم اول حاكم للمدينه عامل لهم كلهم منشن في صوره للسفره، وبيقول لهم ان السفره جاهزه. وطبعا الاصحاب بيكونوا مش فاهمين اي حاجه. وهم قاعدين بيجي لهم رايان، وبنعرف ان جيسيكا ورايان دلوقتي بقوا مع بعض. وهم قاعدين جيسيكا بتبص من الشباك بتلاقي واحد واقف لابس قناع وبيراقبها من بعيد، وبعد كده بيختفي. وبعد كده بيكون في شخص مقنع بيتفرج على الفيديو بتاع حادثه المول، وبيشوف ليزي اللي هي صاحبه المطعم وانها كانت بتتصرف بهمجيه كبيره وقتها، وبيقوم وبيبتدي يجهز الفاس بتاعه. وبالليل في المطعم بتاع ليزي وهي بتقفل المكان بتلاقي قناع جون كارفر موجود، ولما بتروح ترمي القناع في الزباله بيهجم عليها مقنع وبيعورها في ايديها، وبعد كده بيغرقها في الميه ويفتح باب الثلاجه ويلزقها فيها. وبعد كده بيروح يجيب الفاس، ولكن ليزي بتهرب. ولما بتحاول ترن على حد بتلاقي ان بصمات صوابعها خلاص ما بقتش موجوده، وحتى بصمه الوش مش شغاله. ولما بتطلع علشان تهرب بتلاقي الشخص ده قاعد في العربيه وبتطلع تجري، ولكن بيلحقها وبيقسمها نصين حرفيا. وفي الصبح الشرطه بتلاقي نص الجثه دي على اليافطه بتاعه المول، ومعاها رمزيه جميله. الرمزيه انه حاطط نص الجثه، وفي نفس الوقت المول عامل تخفيضات 50% اللي هو نص علينا ونص عليك، كذلك الجثه نص هنا ونص عند القاتل. ولما إيريك وباقي الشرطه بيروحوا على المطعم بتاع ليزي بيعرفوا ان القاتل كان لابس القناع. وفي المدرسه ايفن بيلاقي اشعار جاله وبيدخل يشوف يلاقي ان جون كارفر عامل لهم منشن تاني، بس المره دي مع صوره الجثه ومكتوب فيها كل حاجه عليها خصم النص في المول. فجيسيكا بتدخل تبص على الصوره القديمه تلاحظ ان السفره عليها ورق مكتوب فيه اساميهم، معنى كده انهم ضيوف. وشله الصحاب وهم طالعين من المدرسه جيسيكا بترن على ابوها وبتطلب منه انه يقفل المول النهارده لان اليوم اصلا كده عيد، وغير كده في خطر على حياتهم. فهو
ابوها بيرفض وبيقول لها انه هيزود الامن عند المول وخلاص على كده. وبعد ما جيسيكا بتقفل مع ابوها وهي ماشيه مع صحابها بيقابلوا مكارتي وعيلته بيبيعوا اسلحه ومعاهم رخص للكلام ده. وتاني حاجه مكارتي عامل حفله النهارده عنده وبيعزم الناس عليها. شله الصحاب دي بيقولوا لمكارتي ان هم مش هيروحوا الحفله وبعد كده بيسيبوه يمشوا. وبعد ما جيسيكا بتمشي بتروح هي واصحابها للشرطه، وإيريك بيسال جيسيكا عن كاميرات المراقبه اللي في المول وسبب ان كل التسجيلات ممسوحه، وكمان بيقول لها انه لازم يعرف كل الاشخاص اللي كانوا بيتعاملوا بهمجيه في المول علشان ينقذهم لان حياتهم في خطر. وجيسيكا مش بتقول له اي حاجه وبتسيبه وتمشي. ولما جيسيكا بتطلع بتلاقي بوبي وبيتمشوا مع بعض، وبوبي بيقول لها انه ساب المدينه بسبب انه ما كانش قادر يسامح في اللي حصل لايديه وان مستقبله كمان ممكن يتدمر بسبب الكسر اللي حصل له. وبعد كده جيسيكا بتفتح معاه حوار الكاميرات وبتقول له ان كاسلين اللي هي مرات ابوها هي اللي حذفت التسجيلات بتاعه الكاميرات على انها كانت خايفه ان الموضوع يقلب بدعايه سيئه للمكان. وبتقول كمان انها هتلاقي التسجيلات الاحتياطيه على اللابتوب بتاع ابوها وانها عايزه تشوف ايه اللي خلى كاسلين تمسح التسجيلات دي. وهما ماشيين مع بعض بيجي راين، وبوبي بيتصدم لما يلاقي ان جيسيكا وراين بقوا مع بعض. وراين بيقول انه قدم شهادته للحكومه ولكن هو ما كانش يعرف غير صاحبه اللي معاه في السكن، فالشهاده بتاعته ما كانتش مهمه. وفي نفس اليوم بالليل بيكون واحد من الناس اللي كانت شغاله في المول وقت الحادثه اللي حصلت السنه اللي فاتت. الشخص ده بيكون بيجهز نفسه علشان هيسيب البلد ويمشي، وهو في الشقه بيلاقي القناع بتاع جون كارفر موجود على الكنبه وبيستعد علشان يدافع عن نفسه، ولكن القاتل بيحط مضرب البيض في بطنه وبعد كده بيقطع رقبته وبياخد رقبته في شنطه وبيمشي. ولما بيمشي القاتل بيحط الرقبه دي في طبق مخصوص للشخص ده. وتاني يوم لما جيسيكا بتصحى من النوم بتلاقي ان القاتل عامل لهم منشن في الصوره وكاتب ان الكل هيتقطع. ولما الحكومه بتعمل اجتماع عشان تتكلم عن الموضوع بيقولوا ان الشخص ده بيصور الصوره وبيرفعها من مكان تاني وبعد كده بيقفل الموبايل بتاعه علشان محدش يقدر يوصل له. جيسيكا بتنزل لمكتب ابوها علشان تشوف التسجيلات وبتلاقي ان راين كان هناك علشان يقابل عامل الامن اللي اتدعس ومات، مع ان راين قال انه ما كانش يعرف حد غير صاحبه اللي معاه في السكن. وبعد كده جيسيكا بتطلع مع بوبي بيروحوا للشرطه ويكون معاهم صور للناس اللي عملت شغب وبتوري له واحد في الصور وبتقول له ان الشخص ده دايما بيلبس دوك رومي في الموكب بتاع عيد الشكر كل سنه، وكمان بتعرفه على الشخص اللي بدا الشغب اللي هو الواد اللي اصحابها اتخانقوا فيه وتقول له ان اللي ساعدته على الشغب حبيبته. وبعد كده بتوري له صوره راين وكلهم بيبقوا مش فاهمين ليه راين عارف حارس الامن وما قالش كده في الشهاده بتاعته. وبيبدا كلهم يشكوا في راين انه ممكن يكون هو اللي بيقتل كل الناس دي. وبعد كده جيسيكا واصحابها بيروحوا المدرسه وبيقعدوا مع بعض وبيتكلموا وبيشكوا في راين انه ممكن يكون بينتقم لصاحبه اللي اتدهس ومات، وكمان بيشكوا في بوبي انه ممكن يكون بينتقم علشان خاطر مستقبله اللي ضاع بسبب الكسر اللي حصل في ايديه. وبعد كده بيشكوا في ميتش علشان مراته اتقتلت اليوم ده في المول. وفي الجيم بيكون موجود الشاب بتاع المدرسه اللي ايفن اتخانق معاه وكان هو بدايه الشغب اللي حصل عند المول، وبيلاقي حبيبته جايه له وبيروح عند المسرح يتكلموا مع بعض، فالقاتل بيجي يقتلهم هما الاثنين. وفي المدرسه ايفن وجابي بيكونوا ماشيين مع بعض فبيطلع عليهم القاتل وبيخطفهم، وبتكون جيسيكا مستنياهم بره، فلما بيتاخروا بتروح علشان تشوف هم فين. ولما بتبعت رساله لجابي بتلاقي ان الموبايل بتاعها مرمي، وبعدها بيهجم عليها القاتل وبتهرب منه وبتدخل اوضه تستخبى فيها. ولما القاتل بيعرف مكانها بترش في وشه ماده غريبه وبتطلع تجري. وبعد كده الشرطه بتيجي عند المدرسه وبيحاول إيريك انه يعرف اي تفاصيل من جيسيكا عن القاتل، ولكن جيسيكا ما بتكونش خدت بالها من اي حاجه مميزه في القاتل. وبيكون معاها عند المدرسه باقي اصحابها ومعاهم كمان بوبي. ولما راين بيجي بوبي بيفتح معاه سيره انه يعرف الحارس وممكن يكون بينتقم لصاحبه، فراين بيقول له انه كان بيقابل الحارس علشان ياخد منه برشام بيساعد على التركيز والمذاكره وانهم ما كانوش اصحاب. وهم واقفين بيتكلموا بيجي ابو يوليا وبيكون جاي علشان ياخدها ويمشوا من المدينه كلها علشان كده هيبقى الموضوع امن لبنته. ولما يوليا بتمشي سكوبا بيحس انه لازم يبقى معاه سلاح علشان يحمي نفسه، وبياخد جيسيكا ويروحوا عند مكارتي علشان يجيب منه سلاح. وفي بيت يوليا بتكون بتجهز علشان هتمشي مع ابوها وبترن على حبيبها سكوبا وهم بيتكلموا فيديو كول مع بعض. بيجي القاتل وبيضرب الامن بس مش بيموته، ولما ابو يوليا بياخد باله من الحارس القاتل بيضربه هو كمان بالسلاح اللي بيطلع حقن منوم مش رصاص. وبعد كده القاتل بيطلع يوليا وبيحط في ودنها حاجه كده زي السكينه، وهي اصلا بتكلم سكوبا فيديو كول وسكوبا شاف اللي حصل ده وبيكون قريب من بيتها فبيلحق يروح لها. ولما بيدخل سكوبا بيرفع السلاح على القاتل فالقاتل بيوري له ان ايفن وجابي معاه ولو ضرب نار هيقتل اصحابه، وسكوبا بيضربه بالنار لكن الامان بتاع المسدس كان شغال فمفيش اي رصاص طلع، فالقاتل بيرمي يوليا على المنشار ويوليا بتموت. وبعد كده جيسيكا وسكوبا بيروحوا البيت ابو جيسيكا والشرطه بتكون موجوده، وابو جيسيكا اقترح على بنته انها تسافر من المدينه، فجيسيكا قالت له ان الحل هو اننا نعمل فخ في الموكب اللي هيعدي يوم عيد الشكر. وبنعرف من الكلام ان كاسلين هي اللي كانت صاحبه الفكره ان المول يفتح في عيد الشكر علشان المبيعات تزيد. ركزوا في المعلومات اللي بتترمي دي علشان كل حاجه مرتبطه ببعض. وابو جيسيكا بيقول ان المول السنه دي هيقفل في العيد، والظابط إيريك بيتفق معاهم على الفخ اللي هيتعمل، ويقول كمان ان العربيه اللي هتبقى فيها عيله جيسيكا هتبقى الطعم علشان يمسكوا القاتل. وتاني يوم في الموكب بتكون عيله جيسيكا
جيسيكا واصحابها كلهم في عربيه واحده واقفين بيشاوروا للناس لانهم راعي في المناسبه دي مش عشان هم مشاهير يعني. بس كانوا قبل ما يطلعوا على العربيه مكارتي عطى لجيسيكا خاتم كان مع ابوه في الحرب، والخاتم ده وش حلو على ابوه، افتكروا دي عشان هنحتاجها بعد كده. وفي وسط الاحتفالات دي بيدخل واحد لابس قناع مختلف وبيقتل الشاب اللي لابس الديك الرومي، والمكان كله بيتقلب لشغب. وبيجي الضابط الجديد ياخد عيلة جيسيكا ويدخلهم العربيه، ولكن بيتضرب من ظهره وبيغمى عليه. وبعد كده القاتل بيدخل يضرب عيلة جيسيكا وكلهم بيغموا عليه، والقاتل بياخد عربيه الشرطه ويمشي. وبعد شويه لما بتفوق كاسلين بتلاقي نفسها موجوده على ترابيزه، والقاتل بيجهزها وبيحط عليها توابل وبهارات وبيروح يشغل الفرن. بس لما بيرجع مش بيلاقي كاسلين مكانها، وبتفضل كاسلين تتسحب لحد ما بتطلع للدور اللي فوق وبتدخل اوضه وبتحاول تفتح الشباك اللي فيها، بس بتلاقي في الثلاجه بنت وبتكون صاحيه. فكاسلين بتقول لها ارجع لك، البت دي تكون حبيبه الواد بتاع الجيم اللي بدا الفوضى قدام المول. والقاتل بيشوف كاسلين وكاسلين بتحاول تهرب ولكن بيلحقها. وبعد كده بتلاقي نفسها في الفرن وبتفضل جوه لحد ما بتخلص خالص. وبعد كده بيكونوا كل الناس قاعده على السفره، والقاتل بيدخل عليهم وبيحط الوجبه الاساسيه كاسلين، وبعدها بياخد دم من المشجعه في كاس كده على اساس انه بيحتفل يعني. وبعد كده بيحط الموبايل اللي طالع لايف قدام ايفن وبيقتله. والقاتل بيكلم العيله ويقول لهم ان انتوا لسه عايشين بسبب انكم لما دخلتوا المتجر كنتوا عمالين تذلوا الناس انكم دخلتوا وهم لا. وجيسيكا بتفتكر الخاتم وبتطلع السكينه اللي فيه وبتقطع الحبل اللي مربوطه بيه وبتدي الخاتم لسكوبا وبيفك نفسه برضه. وبعد كده بيهجم على القاتل وبيطلعوا يجروا، وبيعرفوا ان هم في البيت اللي كان ابوها هيعمل فيه الاعلان. وبتطلع تجري جيسيكا وبتنط من فوق السور، ولكن القاتل كان هيلحقها ولكن قدرت تهرب منه وطلعت تجري ولقت عربيه الشرطه والضابط إيريك واقع جنبها، وشافت من بعيد القاتل بيدخل المكان فخدت المسدس بتاع الضابط وراحت وراه ولقت القاتل بيقلع الماسك وشافت انه بوبي. والظابط جه وخد منها السلاح وطلعها بره وفضل يضرب نار على بوبي. وبعد كده كلم الشرطه علشان تيجي تدور في المكان كله، ودخل إيريك وجيسيكا مكتب علشان يتكلموا مع بعض. والشرطه لقت الموبايل بتاع بوبي ولقوا ان الحساب بتاع جون كارفر مفتوح في الموبايل وخدوا الموبايل كدليل معاهم. وبعد ما باقي الشرطه خرجت فضلت جيسيكا وإيريك مع بعض، وجيسيكا شافت على بنطلون إيريك فواقي زرع كان موجود على بنطلونها هي كمان، لان الزرع ده كان موجود في المكان اللي كانت مخطوفه فيه. فجيسيكا ابتدت تتوتر، وإيريك فهم الكلام ده وقال لها لو كنت فضلت شابكه في السور ثانيه زياده ما كانش كل ده حصل. ولما سالته طب وبوبي واللبس اللي كان لابسه، قال لها ان هو اللي لبسه علشان يلبس التهمه، ولكن بوبي ضربه وهرب. ولما جيسيكا وصلت ولقت إيريك واقع على الارض عرفته مكان بوبي، ولما سالته انت عملت كده ليه، قال لها ان هو كان بيحب اماندا وكانت حامل منه وكانوا هيتجوزوا قريب ولكن هم كانوا سبب في موتها. فجيسيكا بتعرف إيريك ان كل الحوار اللي دار ما بينهم ده هي كانت طالعه لايف فيه وكل الناس سمعت اعتراف إيريك. فإيريك اتجنن وكان هيقتل جيسيكا، لكن بوبي رمى عليه حاجه من بره ودخل خد جيسيكا وهربوا. وهم بيهربوا طلع لهم إيريك تاني وكان رايح يقتلهم. هو ماشي بيقول لهم انه لما قال لكاسلين ان اي اكل منك هيبقى حلو هو كان قصده كده حرفيا. هو راح لهم بيعرفوا يهربوا منه. وبعد كده بيركبوا عربيه وجيسيكا بتملى بالونه بغاز قابل للاشتعال، وبعد كده بيمشوا بالعربيه. بس العربيه دي بيكون فيها حبل فإيريك بيربط الحبل ده والعربيه مش بتتحرك. فجيسيكا بتضرب على البالونه دي نار وإيريك بيولع. وتاني يوم الصبح الشرطه بتعرف ان كل اللي كان في المكان دلوقتي بقى رماد. ولو فضلت مكمل معايا لحد هنا فشكرا. بيبدا الفيلم بشخص نازل بباراشوت في مدينه وهميه اسمها فري سيتي، ويكون الشخص ده بيعمل اي حاجه هو عايزها، بيسرق عربيات وبيفجر عربيات الشرطه والناس اللي معديه في الشارع، وكل ده غير كميه الشرطه اللي بتجري وراه اصلا ولا كانه جايب 6 قواضي في GTA. وبيكون في شخص بيشرح لنا وبيقول لنا ان الراجل ده يبقى من اصحاب النظارات، ودول هم ملوك المدينه يعملوا اللي هم عايزينه في الوقت اللي هم عايزينه. وبعد كده بنروح نتعرف على الشخص اللي بيتكلم وبيقول لنا ان هو اسمه جاي، وانه طول عمره عايش في فري سيتي ما طلعش منها، وبنشوف حياته وروتينه اللي كل يوم عمال يتكرر. وهو ماشي في الشارع بيقابل صاحبه بادي، وهم في طريقهم للشغل بيلاقي واحد بيسرق محل شخص، والغريب ان ولا حد من الثلاثه اتاثر بالسرقه دي وكلهم بيتكلموا كانه ده الطبيعي والمفروض يحصل. وجاي وبادي بعد ما بيروحوا البنك اللي هم بيشتغلوا فيه بيكون جاي شغال موظف عادي وبادي شغال حارس امن. جاي بيشوف 2 كبار في السن ووقتها بيفتكر ان بقاله فتره طويله جدا بيدور على شركه حياته ومش لاقيها، وهم في البنك بيدخل عليهم عصابه وبيرفعوا لهم الاسلحه وبيهددوهم. بس الغريب ان جاي وصاحبه بادي الاثنين نزلوا على الارض زي ما العصابه قالت وقعدوا يكملوا كلامهم ولا كأن اي حاجه حصلت. وبعد ما جاي وبادي بيخلصوا شغل بيطلعوا يتمشوا في الشارع، وبتكون في بنت معديه، والغريب انها عماله تقول نفس الكلام اللي كل الناس بتقوله وكانها حافظه الناس دي بتعمل ايه وهتعمل ايه، وبتبقى ماشيه بتغني. ولما بتعدي من جنب جاي البنت قالت الجمله المعتاده بتاعت جاي، ولكن هو ما قالش الجمله دي وقال لها الاغنيه اللي انت بتغنيها دي حلوه جدا. فالبنت اللي اسمها ميلي بتستغرب جدا ان جاي قال جمله مختلفه عن اللي هي كانت متوقعاها، وبعد كده بتسيبه وبتمشي. وبيكون جاي معجب جدا بيها وبيقول ان هي دي فتاه احلامي، وبيروح علشان خاطر يكلمها، ولكن هو بيحاول انه ينادم عليها بيجي قطر وبياخده في سكته. وبعد كده بنشوف ميلي الحقيقيه وهي قاعده بتلعب لعبه اسمها فري سيتي، وبنعرف ان فري سيتي دي مجرد لعبه على الكمبيوتر، وميلي
ميلي بتلعبها بسبب انها رافعه قضيه على مطور اللعبه دي، والدليل اللي هيكسبها القضيه موجود داخل اللعبه. ولو مش فاهمين قوي كده هنشرح الموضوع ده بالتفصيل قدام. وتاني يوم بيصحى جاي من النوم وبيعمل الروتين بتاعه المعتاد، ولما بيروح للكافيه علشان يطلب الطلب بتاعه المعتاد بيقرر ان النهارده هيغير ويشرب حاجه مختلفه. وقتها كل الناس اللي حواليه بتبص له باستغراب وكانهم قطيع، وجاي بيحاول انه يخرج بره القطيع ده. فلما جاي بيلاقي ان الموضوع كبر شويه بيقرر انه خلاص هيشرب المشروب العادي بتاعه علشان يعدي الموقف ده. وتاني يوم في الشغل بيجوا الحراميه علشان يسرقوا البنك عادي، وجاي بيعمل زي كل مره، ولكن هو نايم على الارض بيلاقي ميلي معديه من قدام البنك، وبيبقى جاي معجب جدا بيها. بس صاحبه بيقول له يا ابني سيبك منها، دي من الناس اصحاب النضارات الشمسيه ودول عيله القوم يعني. فجاي قرر ان هو هيروح يكلمها وهو كمان هيجيب نضاره شمس، وبيقف جاي وبيحاول انه يقاوم الحرامي. وبنشوف بنتين قاعدين قدام الكمبيوتر بتاعهم ومستغربين من اللي جاي بيعمله، لان بالنسبه لهم الكلام ده عكس اللي المفروض يحصل في اللعبه. وبيفضل جاي يقاوم الحرامي لحد ما بيقدر انه ياخد منه النضاره، ولما بيطلع وبيلبسها بيلاقي ان الحياه كلها اختلفت من قدامه. وبيبقى في قائمه مهمات وفي البتاعه بتاعه الهيلث دي اللي بتجدد له الهيلث بتاعه، يعني الحياه بتبقى زي الالعاب بالظبط. وبيفضل جاي مستمر في العالم ده وهو منبهر بيه. ونروح للشركه اللي طورت اللعبه دي، بيكون في 2 مطورين بيشوفوا موضوع جاي ده، والطبيعي ان هم هيفهموا ان في حد اخترق اللعبه وقرر انه يلعب بشخصيه موظف البنك، لان الشخصيه دي مش متاح ان حد يلعب بيها، وده طبعا ضد قوانين اللعبه. والاثنين دول اللي هم اسمهم كيز وموزر، الاثنين بيقرروا ان هم هيدخلوا اللعبه، ولانها لعبه عالم مفتوح. طب تمام، هنا في حاجات لازم نشرحها الاول عشان خاطر الناس تفهم شويه اساسات. بص يا بهوات، اللعبه دي لعبه عالم مفتوح اونلاين. يعني ايه؟ يعني انا بدخل بلعب بشخصيه انا بختارها، وغيري كتير بيعملوا نفس الموضوع ده. فاللعبه بتخلينا كلنا مع بعض في نفس المدينه، وبنبقى شايفين بعض ونقدر كمان في مهمات معينه نساعد بعض. تمام، بس كل واحد فينا بيبقى ليه مهمات يعملها لوحده. ويبقى في شخصيات في اللعبه دي اللعبه حطاهم من باب الواقعيه، زي مثلا انك لو دخلت محل تشتري جزمه اكيد لازم تلاقي حد شغال جوه او 2، يعني ده طبيعي. او مثلا انك تدخل البنك تلاقي محاسب وتلاقي موظف امن وتلاقي مثلا ناس شغالين في البنك وتلاقي ناس جايه تاخد فلوس او تسحب فلوس، لان ده بيحصل طبيعي. كل الناس دي موجوده في الحاله الحقيقيه، بس محدش هو بيلعب اللعبه دي هيجيب لنفسه ملل ويروح يختار الشخصيات دي ويلعب بيهم. فعلشان كده اللعبه بتحطهم من فكره ان هم يكونوا موجودين بس. وفي العاب تاني بتبقى حطاهم بسبب ان هم هيدولك مفتاح او هيشاوروا لك على حاجه او هيساعدوك انك تعدي المرحله دي. من غيرهم الموضوع هيبقى رخم شويه، ولكن هم ما ينفعش يتلعب بيهم وهم موجودين كده وخلاص. وبيبقى متحدد لهم اوامر معينه مش بيخرجوا بره الموضوع بتاعها، لانهم ما ينفعش يعملوا اي حاجه تاني، لان هم متبرمجين على كده. يعني مثلا يفضل ماشي في خط معين او يقول كلمه معينه، ولو اللعبه كبيره ومصروف عليها فالخطوات دي بتبقى زياده شويه، فيقدر يقول بدل الكلمه الواحده يقول كذا كلمه في كذا موقف معين. وبيبقى اسمهم شخصيات غير قابله للعب، NPC Non Player Character. فلما نقول بعد كده NPC تبقوا فاهمين انا بتكلم عن ايه. اتمنى يكون الشرح اتفهم، لان حاجات زي دي مهمه جدا في اننا نفهم الفيلم. وبنرجع تاني للفيلم. الاثنين المطورين دول لما شافوا موضوع جاي قرروا ان هم يدخلوا اللعبه بنفسهم ويتكلموا مع الشخص اللي بيلعب ده ويعرفوه ان اللي بيعمله ده مش قانوني. بس المفاجاه لما بيدخلوا يتكلموا جاي بيكون جاي مش فاهم اي حاجه من اللي بيقولوها له، ومش فاهم يعني ايه مش قانوني اصلا. ولما الكلام بيشد جاي بيخاف وبيطلع يجري لحد ما بيوصل لموقع تحت الانشاء، وهناك جاي بيعرف انه يطير مسافه طويله جدا، وهو طبعا بيكون مستغرب من حاجه زي كده. والاثنين المطورين طالعين يجروا وراه، بيقدروا ان هم يغيروا اجزاء كتيره جدا من الماب علشان خاطر يقدروا يوصلوا لجاي، لحد ما جاي بيخرج بره المكان ووقتها بتخبطوا عربيه. وبعد ما بيخلصوا على جاي، كيس بيقول لموزر ان في حاجه غريبه، احنا بعد ما خرجنا جاي من اللعبه عدد اللعيبه ما اتغيرش. فموزر بيقول له عادي يا معلم، ممكن يكون السيرفر فيه مشكله، بس اهم حاجه ما تقولش للمدير بتاعنا انطوان عشان لو قلنا له هيقعد يصدعنا. وبالليل بيروح كيس البيت وبيلاقي ميلي عنده وبتتفرج على التلفزيون للقاء ليهم هما الاثنين وهم بيتكلموا عن لعبه هما الاثنين اللي هيطوروها، ومبنيه بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي. يعني الشخصيات مش مجرد انها شخصيات بتقول كلام محدد وبتتحرك حركات محدده، لا دول عندهم شبه وعي خاص بيهم، يقدروا يتصرفوا زي ما هم عايزين وزي ما الموقف متطلب. وحاجه زي دي هي ثوره في عالم التكنولوجيا وصناعه الالعاب، هيكسروا بيها الدنيا، وهيستعينوا بانطوان علشان خاطر هو اللي هيمول اللعبه وينشرها. وبعد ما اللقاء ده بيخلص، ميلي بتكلم كيزو بتقول له ان انت ازاي راضي على نفسك وانت شغال مع الراجل اللي سرق اللعبه بتاعتنا وحولها للعبه تانية خالص. فكيز بيقول لها مبدئيا اللعبه شراها انطوان، وبعد كده ما عملش بيها اي حاجه، واللعبه اللي هي فري سيتي مش مبنيه على البرمجه بتاعتنا، دي برمجه تانية خاصه بيها هي. بس ميلي بتكون متاكده ان اللعبه اللي انطوان عمال يدخل منها الملايين دي مبنيه على كتير جدا من البرمجه بتاعته، بس انطوان بينكر حاجه زي كده علشان خاطر محدش غيره ياخد الفضل. وعلشان كده ميلي رفع قضيه على انطوان، والدليل اللي هي بتدور عليه موجود في اللعبه دي. وعرفت كمان ان الدليل ده يبقى موجود في حته معينه في الماب بتاعت اللعبه، والماب دي اللي هي الشوارع او الخريطه بتاعت اللعبه. وعلشان كده ميلي راحت لكيز علشان خاطر يساعدها، بس كيز بيرفض وبيطلب منها انها تمشي.
بس ميلي بتروح على البيت وبتحاول لوحدها توصل للمعلومات دي، وبتدخل اللعبه وتروح للمكان اللي الدليل موجود فيه، وهي هناك بتراقب المكان بتلاقي جاي جنبها، فبتستغرب جدا لانها كانت فاكراه NPC ودلوقتي هو بيتحرك وبيتكلم عادي، وبتاخده وبتروح لمقر الاسلحه بتاعها، وجاي بيحاول انه يعرض عليها انه يساعدها، ولكن لما بتلاقيه انه لسه في المستوى الاول بتقول له انت حاليا ضعيف جدا وروح علي المستوى بتاعك وساعتها ممكن نتكلم. فجاي بيستغرب يعني ايه يعلي المستوى بتاعه، لان بالنسبه لجاي هو عايش حياه طبيعيه، ولما بتقول له ان المستوى بيعلى لما بتقتل ناس وتسرق بنوك وتعمل كل الحاجات بتاعت الالعاب دي، جاي بيقول لها انا مستحيل اذي ناس بريئه، فبتقول له خلاص لو مش عايز تاذي حد انت لو قدرت تمنع الجرائم من انها تحصل وقتها المستوى بتاعك برضه هيعلى. وفعلا بيقتنع جاي وبيروح علشان يبقى عنده خبره ويقوي نفسه، ويروح جاي فعلا يلعب دور البطل في عالم كله قايم على العشوائيه والسرقه والقتل، وبينقذ ناس كتيره جدا من اللعيبه او من الNPC اللي موجودين في اللعبه، والموضوع ده بيتحول لترند عالمي وكل الناس بتتكلم عن جاي، والاطفال بتلبس لبسه وبيبقى شخصيه مشهوره جدا. يا جدع ده نينجا نفسه طلع اتكلم عنه. وجاي اخيرا بيوصل للمستوى اللي هو عايزه، وبعدها بيروح على البنك علشان يتكلم مع صاحبه بادي، وفي وسط الكلام بيدخل حرامي البنك وكالعاده بادي بينام على الارض، بس وقتها جاي بياخد السلاح بتاع الحرامي وكمان النضاره بتاعته، ويقول له بادي امسك النضاره دي غيرت لي حياتي، خد انت كمان غير حياتك وشوف ان الدنيا اكبر بكتير من مجرد ان الواحد يكون شخصيه كماله عدد في لعبه. بس علشان خاطر جمال الرمزيه يكمل، بادي بيقول للجاي انا اسف يا صاحبي ما اقدرش اعمل كده، ويقرر انه ينام تاني على الارض. وبادي رفض التغيير ورفض الحريه لان الحريه بتيجي بمسؤوليه على الفرد، ولكن بادي لحد دلوقتي حابب ان في حد يكون محدد له حياته ماشيه ازاي. فبادي بيقول له النضاره معايا يا اخويا، ولو في يوم من الايام قررت تغير رايك ابقى تعالى لي. وبيكون ميلي قدرت تقنع كيز انه يساعدها انها تدخل المكان اللي فيه الدليل اللي هي بتدور عليه، ولما بتدخل جوه بتاخد الدليل وهي طالعه بيجي رجاله امن بيضربوا عليها نار، وهي كمان بتضرب عليهم نار، ولكن بتكون خلاص هتموت والدليل اللي معاها هيضيع. فوقتها بيدخل جاي وبيخلص على الرجاله دي وبياخدها ويهربوا من المكان، بس للاسف ميلي مش بتقدر تاخد الدليل اللي هي كانت جايه علشانه. وهم بيهربوا كيس بيسال ميلي انت كنت بتكلمي مين؟ فميلي قالت له ده الشاب اللي بيلعب بشخصيه المحاسب. فكيس بيكون مصدوم لانه كان في الصرفه وشاف ان مفيش اي لعيبه موجودين في المكان ده غير ميلي، لان شخصيات اللعبه مش بتظهر لكيس في البدايه. وميلي وجاي الاثنين بيروحوا المقر السري بتاع جاي بيقعدوا يتكلموا، وميلي بتتفاجئ ان في صفات مشتركه كتيره جدا بينها هي وجاي، وكمان عندهم نفس المشاكل وعندهم نفس فلسفه حل المشاكل دي. وبعد كده ميلي بتسال جاي انت مين وبتشتغل ايه في الحقيقه، لانها ما تعرفش انه مجرد شخصيه في اللعبه. فجاي بيقول لها انا اسمي جاي عادي وشغال في البنك، بس ميلي مش بتصدقه وبيروحوا ياكلوا مع بعض ايس كريم. وهناك ميلي بتتفاجئ لتاني مره ان النكهه اللي هي بتحبها جدا هو برضه بيحبها، والغريب بالنسبه لها ان النكهه دي مش ناس كتير قوي بتحبها. وهما بيتكلموا مع بعض ميلي بتقول لجاي اسمها الحقيقي مش اسمها اللي في اللعبه، وبتقول له يا ريت نتقابل في الحياه الحقيقيه، وبيكون جاي مش فاهم هي تقصد ايه. ونشوف ان ميلي الحقيقيه ابتدت تعجب شويه بجاي. في الوقت ده بيكون كلام ميلي عمال يتردد في دماغ كيز، اللي هو ان الاكواد والبنى الاساسيه بتاعت فري سيتي مبنيه على اللعبه بتاعتهم هما الاثنين اللي انطوان سرقها. وبيدخل على السيستم وبيشوف ان جاي اللي كل الناس بتتكلم عليه ده يبقى مجرد فعلا شخصيه في لعبه، وقتها بيفهم كل حاجه. وكيز بيروح بسرعه على بيت ايمي اللي كانت لسه بتلعب مع جاي من شويه، وبيقول لها ان لعبه فري سيتي فعلا مبنيه على لعبتنا انا وانت. كمان لما بنينا الذكاء الاصطناعي اللي بيحرك جاي حوله لشخصيه حقيقيه، ودلوقتي قادر انه يقوم بقرارات ويعمل حاجات هو عايزها منه لنفسه من غير ما حد يقول له عليها. وهم بيكتشفوا ان بعد 48 ساعه بس العالم بتاع جاي كله هيتدمر، لان انطوان ساعتها هيطلق فري سيتي 2 وفري سيتي 1 كل السيرفرات بتاعتها هتتدمر. وفي خلال الوقت ده لازم يلاقوا الاكواد بتاعتهم اللي تثبت ان اللعبه فعلا مبنيه على اللعبه بتاعتهم قبل ما العالم كله ينهار. وبتدخل ميلي اللعبه وبتقول لجاي على كل حاجه، وتعرفه انه مجرد شخصيه ثانويه وان العالم كله مجرد لعبه، وكمان معاهم اقل من يومين بس والعالم كله ينهار. ومن الصدمه بيروح جاي يقف على البحر، وهنا بقى بتجيله فكره. لما بيمد ايده على الشط بيشوف ان العالم ده كله محدود وانه فعلا في لعبه وميلي مش بتكذب عليه. وبعدها بيقرر جاي انه لازم ينقذ العالم بتاعه، وبياخد صاحبه بادي وبيروحوا علشان خاطر يجيبوا الدليل اللي ميلي كانت عايزاه، لان جاي عارف ان لو ميلي معاها الدليل ده هتقدر تنقذ العالم. وبيروح فعلا يديهولها علشان خاطر لو خدت الدليل ده وطلع فعلا بيدين انطوان العالم بتاع جاي كله مش هيتدمر وهيفضل جاي عايش فيه. وفي الشركه اللي مطوره لعبه فري سيتي بيدخل انطوان وبيتكلم مع المهندسين بتوعه، وبيقول لهم ان جاي مخلي كل الناس بتلعب فري سيتي ومحدش مهتم انه يشتري الجزء الثاني من اللعبه، والاسلوب ده كده لعبه فري سيتي الاولى مش هتتدمر، وممكن ميلي تقدر تلاقي الدليل اللي يثبت ان اللعبه دي بتاعتها وتدمر انطوان. فعلشان كده انطوان بيحاول انه يتفق مع المهندسين على طريقه يقدروا يحاربوا بيها جاي ويخفوه من اللعبه خالص. في الوقت ده بيكون جاي قاعد مع ميلي وبيشوفوا الدليل، والدليل هو شريط فيديو
وفي الفيديو ده في اثبات ان العالم ده مبني على العالم بتاع كيز وميلي من غير ما هم ياخدوا اي حقوق ولا ياخدوا اي فلوس على الموضوع ده. ولما جاي بيشوف المكان اللي ميلي بتقول عليه بيقول لها انا عارف المكان ده كويس جدا، وقبل ما يكمل كلامه ميلي بتتثبت ومش بتتحرك هي وكل اللعيبه اللي في اللعبه، والعالم كله بيختفي لان انطوان امر بان العالم كله يتعمل له اعاده تشغيل مع مسح الذاكره المؤقته لجاي. ولما السيرفر بيرجع بتروح ميلي علشان تتكلم مع جاي وتعرف منه كان يقصد ايه لما قال لها انه شاف المكان ده قبل كده. ولكن الكارثه اللي شافتها ميلي وهي ان جاي فقد الذاكره تماما ومش فاكر اي حاجه، وبتكون خلاص فقدت الامل تماما. وقتها كيز بيرن عليها وبيقول لها ان الموضوع طلع فيه امل، وبيشرح لها وبيقول لها ان الشخصيه بتاعت جاي دي كانت متصممه علشان خاطر تعيش في اللعبه بتاعتهم هم، ومحور القصه بتاعت جاي انه هيفضل طول العمر مش لاقي شريك حياته. علشان الموضوع يبقى واقعي كيز حط مواصفات فتاه احلام جاي نفس مواصفات ميلي بالظبط، فعشان كده لما جاي شاف ميلي اتحول من مجرد شخصيه ملهاش لازمه لشخصيه حقيقيه بفضل ميلي. فميلي بتجيلها فكره وبتدخل اللعبه وبتروح تخطف جاي من البنك وبتحاول انها ترجع له الذاكره بعد ما فهمت انه بيحبها. وفعلا الذاكره بتاعت جاي بترجع في مشهد سحري، وبيكون جاي فاكر اخر حاجه اتكلموا فيها، وبيقول لها تعالى اوريك انا كنت بتكلم عن ايه لما قلت لك انا شفت المكان ده قبل كده. وباخدها البيت وبيوراها في انعكاس الشباك بيكون في انعكاس للمدينه القديمه بتاعت اللعبه القديمه بتاعت ميلي وكيز، لان انطوان خبى اللعبه القديمه تحت المدينه الجديده ولكن نسي يشيل الانعكاسات بتاعت المدينه. وبتيجي في دماغ ميلي وكيز فكره انهم لو عرفوا يعدوا البحر ويخترقوا الحاجز اللي احنا شفناه من شويه هيقدروا ان هم يشوفوا المدينه القديمه بتاعتهم، وده هيبقى الدليل ان هم اتسرقوا والعالم كله هيشوفه. بس عشان خاطر يقدروا يعدوا الحاجز اللي في البحر ده لازم يبنوا جسر. وجاي بيعرض عليهم المساعده وبيجمع كل الشخصيات اللي في اللعبه وبيقول لهم خطاب مضمونه ان احنا اقوى واهم بكتير من اننا نكون شخصيات ملهاش لازمه في لعبه. ومع الحماس ده كله بينضم لجاي، ودي مش غلطه في الفيلم بصراحه ولا في القصه، بس كل الشخصيات الثانويه دي الاساس بتاعها معمول بالذكاء الاصطناعي، بس جاي الوحيد هو اللي الوعي اتحرك عنده بسبب موضوع ميلي وانه بيحبها وبسبب حاجه تانية هنعرفها قدام. وبيروح جاي مع ميلي في عربيه علشان خاطر يروح للشط، ولكن موزر بيحاول بكل الطرق ان يلحق يدمر الدنيا قبل ما يوصلوا للشاطئ، ولكن بيقدروا يفلتوا من كل ده. ولما بيوصلوا للشط كيس بيقدر انه يبني لهم جسر، بس قبل ما يجروا على الجسر ده انطوان بيأمر ان اللعبه تتقفل تاني، وكل الخسائر دي مش هتبقى مهمه لو العالم كله عرف انه حرامي، خصوصا ان ميلي رفع عليه قضيه. فميلي بتلاقي نفسها بيحصل لها جليتش لان المعلومات بتاعتها كلها بتروح، واللعبه بتوصل من عندها هي وكل اللعيبه حوالين العالم. ولكن بيكون جاي عارف اللي المفروض يحصل، بس قبل ما جاي يتحرك بينزل اللعبه نسخه ضخمه من جاي وبتحاول النسخه دي انها تدمره قبل ما يعمل اللي هو عايزه. النسخه دي بتفضل نازله ضرب في جاي والعالم كله بيتفرج عليهم لحد ما جاي بيعرف يطلع درع كابتن امريكا وبيحمي نفسه، ويطلع سلاح ليزر وبيسحله في السقف، وبعد كده بيطلع سيف ستار وورز وبيضربه بيه. وبعد كده بيروح على الجسر، ولكن المفاجاه ان انطوان ابتدى يدمر السيرفرات بتاعه اللعبه علشان جاي ما يعديش الجسر ده، ويفضل جاي طالع يجري على الجسر علشان خاطر يوصل للنهايه، والمعلومات بتاعته عماله تروح شويه شويه عمال يحصل له جليتش، وخلاص فاضل له وقت قليل جدا. واول ما جاي بيخلص الجسر بيختفي والعالم كله بيتفرج عليه ومستنيين يشوف ايه اللي حصل له، لحد ما بيظهر هو والمدينه الاصليه بتاعه ميلي وكيز والعالم كله بيفرح. بعد فتره بيتمسك انطوان بكذا تهمه، من ضمنهم انه كان سارق لعبه مش بتاعته وطلع من وراها ملايين الملايين. وميلي وكيز بيقدروا ان هم يبنوا اللعبه بتاعتهم، وميلي بتدخل اللعبه وبتتكلم مع جاي لان جاي اصلا جزء من اللعبه بتاعتهم. او فاكرين لما قلت لكم ان انا هبقى اقول لكم بعد كده ليه جاي بقى هو الوحيد اللي بقى عنده وعي؟ بالظبط، تعالوا نروح للحته دي. جاي بقى عنده وعي بعد ما شاف ميلي بسبب ان كيز كان باني شخصيه جاي على صفات ميلي، وبيحب نفس الحاجات اللي ميلي بتحبها، حتى نفس الاغنيه المفضله بتاعت ميلي هي نفس الاغنيه المفضله لجاي، وكمان بنى حب جاي لميلي زي ما هو بيحب ميلي. فجاي في الصفات صفات ميلي، وفي المشاعر مشاعر كيز، وعلشان كده كان بيحبها. ومن الكلام ده كله ميلي بتفهم ان كيز بيحبها، وبس على كده الفيلم بيخلص. على الحدود الصينية بتكون في مجموعة من المرتزقة الأجانب ماشيين وبيدوروا على حاجة مهمة جدا، ولكن وهم ماشيين في طريقهم بتهجم عليهم قبيلة من القبائل اللي على الحدود، وبيهجموا عليهم بكل قوتهم وبيقتلوا منهم عدد كبير جدا. ولكن باقي المحاربين اللي عددهم بقى 4 أو 5 بيقدروا إنهم يهربوا وبيدخلوا الكهف علشان يستخبوا جوه. وهم في الكهف وبعد ما بيستريحوا وبيتأكدوا إن مفيش حد جاي وراهم بيتكلموا ال5 عن سبب وجودهم في المكان هنا، وبيكون من ال5 دول 2 صحاب هم اللي مسؤولين عن الناس اللي معاهم، وهم ويليام اللي هو مات ديمون، والتاني اسمه توفار اللي هو بيدرو باسكال. ومن الكلام بتاعهم بنعرف انهم موجودين هنا علشان خاطر بيدوروا على سلاح ممكن يكون اسطوره اصلا ومش حقيقي اسمه البارود الاسود. والسلاح ده فيه قصص كتيره جدا بتحكي عن قوته وانه ممكن يقتل كتيبه كامله بضربه واحده، ولكن هم مش عارفين اذا كان السلاح ده موجود فعلا ولا دي مجرد اسطوره، لانهم بقالهم حوالي 6 اشهر بيدوروا عليه ومش لاقيين عنه اي حاجه، ومن كتر ما هم مش لاقيين ليه اي اثر
بيفكروا ان هم يرجعوا على بلدهم احسن، ولكن هم قاعدين في الكهف بيجي كائن غريب وبيهجم على الاثنين اللي مع ويليام وبيقتلهم، ومش بيكون باقي غير ويليام وتوفار. هم الاثنين بيكونوا مستعدين عشان خاطر لو الكائن ده هجم عليهم، لان هم مش بيكونوا شايفين الكائن اللي بيهاجمهم. ولكن في لحظه واحده ويليام بيلمح الكائن ده وبيقطع ايديه قبل ما يقتله، وياخدوا ايد الكائن دي وبيطلعوا يجروا من الكهف. ولكن بتكون القبائل بتاعه الحدود دي لسه بتدور عليهم، ولما بيشوفوهم بيطلعوا يجروا وراهم، وويليام وتوفار بيطلعوا يجروا منهم، وبيفضلوا يجروا ورا بعض لحد ما بيروحوا عند سور الصين العظيم. وهنا الجيش الصيني بيحاصرهم هما الاثنين، فبيضطر ويليام وتوفار انهم يسلموا نفسهم. وما تنساش وانت بتتفرج معايا كده تعمل لايك للفيديو علشان خاطر تساعدنا في الاستمرار. ولما الحرس الصيني بيمسكهم بيوديهم على القائد والمجلس بتاعه، وهنا القائد بيشوف ايد الوحش اللي ويليام قطعها، ويكون مستغرب جدا ان ويليام قدر يضرب وحش زي ده. وفي قائده لسلاح معين في الجيش الصيني اسمها لين بتسال ويليام عن معلومات ممكن يكون عارفها وهو بيقطع ايد الكائن ده. ويليام بيقول لها ان كل اللي هو يعرفه ان الوحش ده كان سريع جدا لدرجه انه ممكن يكون خفي. ولكن لما الملك بيسمع الكلام ده بيضحك عليه هو والمجلس بتاعه. ولكن هم في وسط عدم التصديق ده بيجي خبر للقائد ان في جيش كامل من الوحوش في طريقه للهجوم على سور الصين العظيم، والقائد واللي معاه بيستعدوا عشان خاطر يروح للسور. بيعرف ان ويليام وتوفار الاثنين يبقوا مرتزقه، ولما بيعرف حاجه زي كده بيتراجع شويه وبيؤمر ان الاثنين دول يتحبسوا، لان المرتزقه دول ممكن يعملوا اي حاجه علشان خاطر مصالحهم وفلوسهم، وولائهم بيتباعوا وبيتشرى. والقائد واخد ويليام وتوفار على الزنزانه علشان يحبسهم، بيغير رايه وبياخدهم على السور علشان يبقوا في مكان المعركه. ويليام لما بيطلع على السور بيشوف هناك قوه الجيش الصيني وقوه الدرع الاسطوري اللي اسمه سور الصين العظيم، وبيلاقي كمان ان الجيش الصيني فيه اسلحه مختلفه، مش مجرد مشاور ومات اسهم وخلاص على كده. ولما قائد الجيش بيشوف الوحوش جايه بيؤمر الرماة انهم يطلقوا الاسهم بتاعتهم ويستهدفوا بيها العين علشان خاطر دي الطريقه الوحيده لقتلهم. وكمان بيضربوا على الوحوش كور نار كبيره جدا. ولكن سرعه الوحوش بتظهر ان الوحوش دي مهما يحصل فيهم ومهما تقتل فيهم هيوصلوا للسور في اقرب وقت. وفعلا وحوش كتيره جدا بتوصل للسور. ولكن وقتها بتيجي مهمه السلاح بتاع القائده لين، وهم بنات بتربطوا بحبل في وسطهم ومعاهم رمح، وينزلوا يقتلوا الوحوش دي، ولو قربوا منهم زياده عن اللزوم بيتسحبوا بالحبل اللي في وسطهم. وفي وسط الحرب دي بتظهر ملكه الوحوش وبتدي امر لباقي الوحوش. وفي الوقت ده القائد بيشوف ان الملكه مسيطره على باقي الوحوش كلهم، وبتيجي في دماغه فكره ان هو لو قتل الملكه دي ممكن باقي الوحوش يا اما تموت يا اما ما تعرفش تكمل الخطه بتاعتهم ويمشوا. فبيستهدفوا الملكه وبيضربوا عليها كرات نار. ولكن للمفاجاه بيلاقوا ان في مجموعه كبيره جدا من الوحوش بتحاوط الملكه وبيضحوا بنفسهم بدلها. وقتها الوحوش بتتعصب جدا وبياكلوا جزء من البنات بتوع لين وبيطلعوا على السور، وبتبقى الدنيا وقتها هرج ومرج. وفي وسط الدعك ده بيكون ويليام وتوفار الاثنين مربوطين، وبتكون الوحوش قربت منهم. فبيجي بلارد اللي هو ويليام دافوه ده مسجون عند الملك الصيني برضه، وبيروحوا يحررهم هما الاثنين. وقتها لانهم مرتزقه فبيقوموا يحاربوا مع الجيش الصيني بكل ذكاء. هم مش اقوياء خالص، هم اذكياء بس، وبيخلصوا على الوحوش اللي موجوده على السور. وقتها لما الملكه بتشوف ان الجيش بتاعها هو اللي بيخسر فبتؤمر كل الوحوش بتوعها ان هم ينسحبوا من المكان باسرع وقت. ولما بينسحبوا وقتها بيروح القائد الاعلى ومعاه بقيه القاده، وبيوضح لويليام وتوفار ان هو معجب جدا وعشان كده هم مش هيبقوا سجناء وهيناموا في اوضه الضيوف. وبيروحوا هم الاثنين على الاوضه بتاعتهم، وهم هناك بيجي بلارد وبيقول لهم هو عارف هم هنا ليه، لان هو كمان كان جاي هنا من 20 سنه علشان خاطر يسرق البارود الاسود. ولكن هو بقى قدر فعلا انه يوصل للبارود الاسود ده وسرقه. ولكن القائد قدر انه يمسكه ومن ساعتها وهو مسجون هنا. ولكن بقى ليه شغل بدل ما يبقى قاعد في الزنزانه كده، وبقى يعلم الجنود دول انجليزي. وبعد كده بيدوهم نصيحه بيقول لهم يا ريت تاخدوا اكبر كميه من البارود الاسود وتهربوا من هنا علشان خاطر لو فضلتوا هنا هتموتوا قريب. وتاني يوم ويليام وتوفار قاعدين مع القاده بياكلوا، لين بتبدا انها تتكلم مع ويليام وبتحاول تعرف عنه وعن ماضيه، وبتعرف انه مرتزقه شغله الشاغل كله هو الفلوس. وقتها بيجي قائد وبيدي قوس وسهم لويليام علشان خاطر يوريه مهاراته في النشان. وقتها ويليام بيوري كل اللي موجودين في القاعه ان هو مقاتل اسطوري، هو مش بس مقاتل عظيم، هو مقاتل اسطوري جدا. وبعد الاكل بيطلع ويليام وتوفار على مكتب المستشار العسكري اللي اسمه وانج ساعتها بيقول لهم ان ويليام بيحارب الوحوش دي كان في جيبه مغناطيس، وده ساعده جدا في القتال لان المغناطيس ده بيضعف الوحوش، وكمان بيشوش على الاشارات اللي بيستقبلوها من الملكه واللي بيبعتوها للملكه. فبكده بيكونوا مش عارفين يتواصلوا مع الملكه بتاعتهم. وقتها ويليام بيسال وانج طيب والكائنات دي جت امتى اصلا؟ فبيقول له ان الوحوش دي اسمها تاو تاي، ودول كانوا محبوسين في جبل معين، ومن حوالي 20 قرن كان في حاكم ظالم وجشع بيحكم الصين. فحصل كده زي غضب الهي ونزل نيزك على الجبل اللي تاو تاي موجودين فيه، ومن ساعتها وهم احرار بس بيفوقوا كل 60 سنه علشان خاطر ياكلوا الاخضر واليابس. والملكه بتعتمد على الاكل في التكاثر علشان خاطر تزود الجيش بتاعها. فالوحوش دي لو قدرت تعدي بطريقه او باخرى سور الصين العظيم وقتها هيروحوا على العاصمه اللي فيها حوالي 2 مليون انسان. ولو الملكه كلت ال 2 مليون انسان هي والجنود بتوعها فوقتها هيبقى عندها القوه انها تقتل الكوكب كله. ولما بيجي الليل قائد الجيش بيعرف ان في فرقه حراسه كامله مش موجوده في مكانها على السور. فالقائد بياخد لين وشويه جنود وبيروحوا على المكان، ولكن هم في الطريق بيشوفوا ان قدامهم وحش. فوقتها الجيش بيعمل درع علشان خاطر يحمي القائد من الوحش اللي قدامه. ولكن وقتها بيجي وحش من وراهم وبيقتل القائد، وهما بيحاولوا انهم ينقذوه. وبيطلع شرطة قيادة الجيش وبيديها للقائدة لين عشان خاطر تبقى هي القائد الاعلى للجيوش. وبعد موت القائد الاعلى بيجتمع قادة الاسلحه وبيتكلموا مع بعض،
وبيقروا جواب جاي من الامبراطور بنفسه، وبيكون مكتوب في الجواب ان وصل معلومه للامبراطور بتقول ان في شويه وحوش حاولوا انهم يهجموا على ناس في كهف، ولكن اللي حصل وقتها ان الوحوش اتشلت والناس دي ما حصلهمش اي حاجه. فوقتها المستشار وانج بيفهم ان الناس اللي كانوا في الكهف دول كان معاهم مغناطيس او ماده تانية هي اللي قدرت انها تشل حركه الوحوش، ولكن وقتها بيكون لسه ما جربش حوار المغناطيس ده ولا عارف اذا كان بيشتغل اصلا ولا لا. فوقتها ويليام بيقول له انهم لازم يصطادوا وحش علشان خاطر يجربوا عليه المغناطيس. وبعد الاجتماع ده توفار بيقف يتكلم مع ويليام وبيقول له بلاش تصدق نفسك، احنا هنا موجودين علشان خاطر نسرق البارود الاسود وبس، احنا مش جايين نحارب لحد. وفعلا ويليام بيقتنع بحاجه زي كده وبيخطط هو وتوفار انهم يهربوا لما يكون الجنود مشغولين في الحرب مع الوحوش. ولما بيجي وقت الحرب ويليام وصاحبه الاثنين بيختفوا من المكان علشان خاطر يهربوا. وقتها الجيش بيبدا انه يستعد علشان خاطر يقتل الوحوش وياخد واحد منهم ولا اثنين علشان خاطر يعملوا عليهم التجربه، وبيحطوا مواد مخدره على الاسهم اللي هيضربوا بيها الوحش، وبتبدا تظهر الوحوش وبيبدا الجيش في انه يخلص عليهم. ولكن بيكون في كتيبه تانية مهمتها هي اصطياد وحش حي، وفعلا بيشوف وحش وبيضربوا عليه خطاف وبيكون متغرق في مواد مخدره ويكملوا عليه وبيضربوه بكذا سهم. ولكن مع كل ده بيكون الوحش بيحارب بايده واسنانه علشان خاطر يفك نفسه من الاسر. ووقتها قبل ما الوحش يفك نفسه بيجي ويليام وبيقرر انه يساعد الجيش، وبينزل هو بنفسه علشان خاطر يمسك الوحش. ولما ويليام بينزل بيلاقي ان الوحش خلاص فقد الوعي تماما، وهو بيحاول يسحبه بيلاقي في وحش طالع له من الضباب وكان جاي يقتله، ولكن بيعرف ينقذ نفسه وبيضربه باسهم وبيقتله. ولما الوحش التاني بيحاول انه يهجم على ويليام بيجي توفار هو كمان وبيساعد صاحبه ويقتل الوحش. بس وقتها بتكون باقي الوحوش عرفت مكانهم، ولما بيتجمعوا حوالين ويليام وصاحبه لين بتشوفهم وبتضرب عليهم كرات نار واسهم علشان خاطر تبعد الوحوش. وقتها بيفتح الجنود بوابه وبيسحبوا الوحش اللي نايم وبياخدوا ويليام وتوفر. وعلى بالليل بيبدا الجيش انه يختبر موضوع المغناطيس ده، وبيحط الوحش في قفص حديد وهو صاحي، وبيكون الوحش بيحاول بكل قوته انه يهرب من القفص وعمال يخبط فيه. ولكن وقتها بيقرب منه المستشار وانج بالمغناطيس، والمفاجاه بقى انه بيلاقي الوحش ده بقى هادي جدا جدا، فبيعرف وقتها ان فعلا المغناطيس بيهدي الوحش. وقتها بيكون في مبعوث من الامبراطور الصيني علشان يتاكد من موضوع المغناطيس ده وانه فعلا شغال على الوحوش. وبعد ما بيتاكد بياخد الوحش اللي اصطادوه وبيطلع بيه على العاصمه علشان خاطر يقابل الامبراطور. وبعد ما المعركه بتخلص بيروح تافور وبلارد علشان خاطر يسرقوا البارود الاسود ويهربوا بيه، بما ان الدنيا زحمه يعني ومحدش واخد باله منهم. ولكن هما بيسرقوه بيدخل عليهم ويليام وبيحاول انه يمنعهم من السرقه، ولكن وقتها بيضربوه وبيغمى على ويليام وبيتحركوا من مكانهم. وفي نفس الوقت ده بتشوف القائده لين ان الوحوش حفروا نفق في سور الصين العظيم، ولما بتستشير المستشار وبتفكر في الامر بتعرف ان الوحوش حفروا النفق ده علشان خاطر يروحوا على العاصمه ويحرروا الوحش اللي اتمسك اللي مع المبعوث اللي واخده للامبراطور. وزي ما قلنا قبل كده لو الوحوش دول دخلوا على العاصمه هتبقى كارثه وهتبقى نهايه العالم. فبتؤمر لين ان المنطاد يجهز علشان خاطر تطلع بيه على العاصمه وتسبق الوحوش. ولكن وقتها بتعرف ان البارود الاسود اتسرق وكمان بلادر وتافور هربوا، فبتروح لويليام وبتتهمه ان هو سرق البارود مع اصحابه. ولكن وقتها ويليام بيقول لها يا بنت الحلال ما انا لو كنت عايز اسرقه ما كان زماني سرقته وهربت من بدري. ولكن القائده لين بتكون مش مصدقاه، فبتؤمر ان ويليام يترمي في السجن، وبتبعت كتيبه صغيره تدور على تافورد وبلارد، وبتؤمر لما يمسكوهم يترموا هم كمان في السجن لحد ما ترجع، ده لو هترجع يعني. وبتاخد المنطاد وبتطلع بيه على العاصمه. ولكن بمجرد ما لين بتطلع بالمنطاد بتاعها بيروح المستشار وانج على الزنزانه بتاعت ويليام وبيخرجه، وبيطلب منه انه يساعده وينضم للجيش علشان خاطر مهاراته هتقدر انها تساعد لين في انها تنقذ الامبراطور وتنقذ العالم كله. وبيركبوا منطاد وبيتحرك هو كمان على العاصمه. ولما بيوصل ويليام على العاصمه هناك بيلاقي ان العاصمه كلها اتحولت لفوضى وخراب في كل حته، ولكن هو مش بيهتم بكل ده وبيحاول انه يدور على لين اللي وقتها بيلاقيها وبيلاقي ان الوحوش محاصرها من كل حته وخلاص هياكلوها. فوقتها بيساعدها وبينقذها وبياخدها على المنطاد بتاعه وبيتحركوا على القصر بتاع الامبراطور. ولما بيدخلوا القصر بيحاولوا يفكروا في خطه، وهي انهم هياخدوا الوحش اللي نايم اللي اصطادوه ويحطوا عليه البارود الاسود لانه من اقوى العناصر اللي موجوده في العالم، وكمان هو عنصر نادر جدا. بعد ما بيربطوا البارود الاسود على الوحش هيحطوا عليه لحمه علشان خاطر يروح للملكه ويديها اللحمه زي ما الكل بيعمل. وقتها هم ضربوا عليه سهم مولع هينفجر في البارود الاسود والملكه وكل الوحوش هتموت. فبيتحركوا على مكان يكون قريب من الملكه ويروحوا المكان ده عن طريق نفق، وهم في النفق بيلاقوا ان الوحوش قدرت توصل لفتحه من النفق وكانوا داخلين يقتلوهم. ولكن وقتها في جندي فجر نفسه في الوحوش دي علشان خاطر يدي لويليام واللين وقت يكملوا في الخطه بتاعتهم. ولما بيقربوا من المكان بيخرجوا الوحش وهم ماسكين مغناطيس في ايديهم علشان خاطر محدش يقرب منهم. وفعلا الوحش بيسحب من الشلل بتاعه وبيلاقي قدامه حته لحمه فبياخدها وجري على الملكه. وقتها بيكون ويليام واقف في مكان عالي هو ولين، ولما بيلاقي الوحش قرب من الملكه بيحاول انه يضرب عليه سهم مولع. ولكن هو نسي حاجه مهمه شويه، وهي ان الجنود بيحموا الملكه دايما، فمفيش اي سهم بيوصل للبارود الاسود اصلا.
والملكه بتؤمر الوحوش انهم يهجموا على ويليام ولين ويقتلوه، وفعلا الوحوش بتدخل المكان اللي ويليام ولين موجودين فيه، ولكن الاتنين بيلحقوا يهربوا وبينطوا من الشباك وهم ماسكين حبل. ولين وهي على الحبل بتلاقي زاويه مفتوحه فبترمي على الملكه رمح مولع نار، بينزل على الملكه والبارود الاسود وبيفجرها هي واللي معاها، ولما الملكه بتموت باقي الوحوش كلهم بيموتوا، وبكده يكونوا قدروا انهم ينقذوا البشريه وما تبقى من العاصمه. وبعد ما الموضوع ده بينتهي بيرجع ويليام على سور الصين العظيم، وهناك بيعرف ان صاحبه توفار ومعاه بلارد اتقبض عليهم ومحجوزين، فبيروح يشوفهم وبيطلب من القائده لين انها تطلق سراح صاحبه توفار، وفعلا لين بتوافق وتوفار بيبقى حر وبيمشي مع ويليام وبيرجعوا تاني لحياتهم القديمه. وبس على كده الفيلم بيخلص. وما تنساش لو الملخص عجبك تعمل لايك وشير، ويا